السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكشري الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، وان شاء الله هتعجبكم. مكوناتنا ايه؟ معانا كوباية من العدس، معانا كوبايتين من الرز، معانا بصلاية متوسطة، ومعانا ايه كمان وده اختياري، معانا بطاطساية كبيرة مقطعينها قطع صغيرة كده، بس هتدي للكشري بتاعنا طعم حلو. معانا ايه تاني؟ حلة على النار هنزل عليها بشوية زيت، وانزل بالبصلاية بتاعتي. انا هشوحها مع الزيت مش هحمرها، اهو بالشكل ده. هغسل الرز بتاعي وهضيفه للبصلاية اهو، واقلب كده اهو. عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل وحلو هنضيف له ايه؟ معلقة من الملح اهو، واقلب بالشكل ده اهو. شايفين اتفلفل معانا ازاي؟ بطاطساية هغسلها واصفيها وانزل عليها مع الرز. عايزة احمر البطاطساية واغلف الحبايات بتاعتها بالزيت عشان ما تتهرش معايا وتفضل محتفظة بشكلها اهو بالشكل ده. غسلت كوباية العدس وصفتها حلو، ونزلت عليها مع البطاطس والرز اهو، وهقلبهم مع بعض اهو. ضفنا لهم ايه كمان؟ معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة من الكمون، مكعب من مرقة الدجاج. لو عندك شوربة ممكن تستغني عن مرقة الدجاج وتضيف لهم الشوربة. ما عندكيش هتحطي ايه؟ مكعب الدجاج، مرقة الدجاج اهو بالشكل ده كده. وهقلبهم عشان يبقى العدس بتاعي هو والرز كده مفلفل. هنضيف لهم لتر من المية المغلية اهو، هغطي عليه واسيبه 5 دقايق وارجع له تاني اهو. شايفين اهو اتشرب معايا يا حبايبي. ههدي النار عليه خالص واغطيه واسيبه يكمل سواه. طاسة على النار هنزل بمعلقة من السمنة البلدي، معلقة كبيرة حلوة كده. هحط لها معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود اهو، وربع معلقة صغيرة من الكركم بالشكل ده. هقلبهم مع بعض اهو كده. وهنزل بالبيض المسلوق بتاعي، طبعا الحبات اللي انتي عايزة تحطيها والعدد اللي انتي حباه. انا نزلت بدول اهو وهحمرهم كويس. وده يا حبايبي عندنا اسمه البيض المدحرج، بناكله مع الكشري الاسكندراني، او ممكن والله في الفطار او في العشاء بيبقى طعمه حلو اهو. واحمره كويس، طبعا بيبقى طعمه حلو وريحته احلى اهو بالشكل ده. شايفين لونه؟ ممكن بقى تعملي صلصة جنبه، بس احنا بصراحة ما بنحبش الصلصة جنبه. هنعمل ايه؟ طماطم مخللة. عشان تعملي حبيبتي الطماطم المخللة، عندك توم وقرن فلفل اختياري، يا حامي يا رومي، ده رومي. هنضيف لهم معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من الكمون، وهخلطهم مع بعض بالشكل ده. هنضيفهم بقى للطماطم، هنضيف لهم تاني ايه؟ معلقة من الملح، معلقة من الشطة ودي اختياري، بقدونس. وهقلب كل ده مع بعض. وما تنسيش عصرة الليمون، ما عندكيش ليمون ممكن تستبدليها بمعلقة من الخل
ايه رأيكم؟ خلصنا اهو وقدمنا الكشري بتاعنا الحلو ده مع البيض ومع الطماطم المخللة مع شوية جرجير. أكلة حلوة اقتصادية مغذية وبسيطة، وطريقة التحضير بتاعها بسيطة ومش هتاخد منك دقايق. شايفين البطاطس اهي مستوية، شايفين اهي، ولسه محتفظة بشكلها اهو، ما اتهرتش معانا ومستوية اهي. صحتين وهنا على قلبكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسونيش بقى في اللايك وفي الشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يا رب تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. اسيبكم على خير واشوفكم على خير واقول لكم ايه، السلام عليكم.